أسعد الله مساءكم بكل الخير. النهارده يا جماعة أنا مش هتكلم عن الإيجار القديم، عشان لو أنت كنت بتفتح الفيديو متخيل إن أنا هتكلم عنه، فالفيديو ده ما يخصوش. الفيديو ده بيخص قضية تانية، قضية حياتية زي الإيجار القديم بالظبط. قضية حق ضد باطل، قضية نور ضد ظلام، قضية حد مننا محترم ذو علم كل الناس، وهي عن الدكتور ضياء العوضي. دكتور ضياء العوضي راجل محترم، دكتور اللي ما يعرفوش منكم، استشاري مستشفى عين شمس، جامعة عين شمس، وكان بيشتغل في الطب لمدة 20 سنة في الحالات الحرجة. تقريبا كان مدير العناية المركزة. الراجل ده ربنا من عليه بعلم، وبدأ ان هو يعمل تجارب على نفسه الاول، ثم على ناس كتير منهم ناس انا اعرفهم، وتم على يده شفاء ناس كتيرة قوي استغنوا بيها في شفائهم ده عن الادوية، وحياتهم اتغيرت وجسمهم اتبدل ونشاطهم ووعيهم وافكارهم. الراجل ده انا من زمان وانا متوقع او متنبئ ان هو هيقتل، وهو كمان متوقع ان هو هيقتل. اخر فيديو عامله بيتكلم فيه عن النقطة دي. الناس كلها طالعه، كل الاعلام وكل البلوجرز وكل السوشيال ميديا، الدكتور ضياء، وفاه الدكتور ضياء، وفاه الدكتور ضياء. وفاه ايه؟ وفاه ايه؟ وفاه مين يا عم؟ وفاه دي تبقى خالتك. الدكتور ضياء تم قتله. الدكتور ضياء تم قتله. طب انت متاكد يا استاذ خالد من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني هل انت في مش شغلتي، شغلة مين؟ شغلة الشرطة وجهاز الشرطة بتاع دبي وبتاع الإمارات، وطبعا الدبلوماسية المصرية، الخارجية المصرية، وطبعا الأجهزة الأمنية بتاعت مصر، إنها تعرف الدكتور ضياء العوضي كيف تم قتله. ولكن أنت بتقول لي إن هو قتل. يا جماعة ده 100% قتل. ليه؟ ما هو نفسه قايل إن هو مهدد بالقتل، وبعدين عنده 45 سنة، وبعدين صحته كانت زي البومب ومهدد. والكلام اللي هو بيقوله بيهدد كل شركات الأدوية وكل الطب الوضعي الحديث المضلل، وبيهدد من وجهة نظري طبعا. يعني كل الناس ممكن تختلف، يقول لك لا ده كلام مش عارف ايه. انا اعرف ناس تم شفائهم على يد هذا الرجل من امراض مستعصية كفشل كلوي وككانسر، وبشوف التعليقات بتاعت الناس على الفيديوهات بتاعته اللي تم شفائه من امراض مزمنة ملهاش الانسان بيعيش بيها في اسبوعين وفي ثلاثة وفي شهر وفي شهرين وفي ثلاثة. فالراجل ده كان علامة زيه بالظبط زي وانا كنت من متابعين ومن اشد المعجبين بيه، زي الدكتور يحيى المشد وزي الدكتورة سميرة محسن. كل العلماء العرب المسلمين المصريين بيتم استهدافهم، وانا مش عارف ليه احنا مش بنحميهم. الراجل ده كان عنده مناظرة الاسبوع اللي جاي مع جامعة القاهرة علشان يرفع عن نفسه اللي تم اتهامه بيه ان هو مضلل وان علمه كلام فارغ، ويناظر اكيد لجنة او جابها من اساتذة الفاضلين من جامعة القاهرة طب القصر العيني. واذا اقنعهم بابحاثه وبنتائجها، كان المفترض ان الدولة هتتبنى ده، وجامعة القاهرة هتتبنى نظام الطيبات اللي الدكتور ضياء العوضي ابتكره وتوصل اليه ليشفي به ابناء وطنه والبشرية. هو قال انه بدأ من علم، وبعدين بعد شوية ربط العلم بدين الاسلام وبآيات ربنا وقرآنه، نتيجة ان هو مسلم صالح، وكان بيتكلم من منطق القوة دايما، وكان اسلوبه ناس تتفق عليه ناس تختلف عليه، ولكنه في الاخر هو حقيقي، اسلوب حقيقي غير مزيف. اللي عايزه بيطصه كده بيقوله، بيتكلم من غير تجميل من غير تزييف. وما تنسوش يا جماعه ان الراجل ده تم مهاجمته سنين طويله، والتسفيه منه والتقليل من قدره والتقليل من علمه. فكان ردة فعل طبيعي انه يبقى اسلوبه بالاجريسيف، بالطريقه الاجريسيف دي، والطريقه اللي هي القويه دي اللي فيها ثقه واعتداد بالنفس
وعدم تقبل للنقد. الراجل ده انا اعتقد انه بعد سنين طويلة عندما يريد حكام العالم ان يسدلوا الستار على الطب الوضعي الحديث دون، ويبتدي علمه ينتشر ان الجسد يستطيع شفاء ذاته بس انت ارحمه. كلام الدكتور ضياء، يستطيع الجسد شفاء نفسه بنفسه. مين اللي قال كده؟ الممثل العالمي ميل جيبسون، كان عنده الكانسر من الدرجة الثالثة واصدقائه وتم شفائه بالطريقة دي اللي قال عليها الدكتور ضياء، وناس كتير من المشاهير. فطبيعي جدا كان ان هو يتحارب، ومن له مصلحة مليارية يتخلص منه. الدكتور ضياء العوضي رمز مصري لازاي احنا دايما بنسفه من بعضينا وبنقلل من علمائنا وما بنقدرش نحميهم. رحم الله الراجل البطل المحترم ذو القيم والمبادئ والدين وذو العلم والاخلاق. رحم الله الدكتور ضياء العوضي واسكنه فسيح جناته وتقبله من الشهداء. معلش يا جماعه انا خرجت عن المواضيع بتاعتنا اللي عاده ما بنتكلم عنها، ولكن انا اشوف ان ده اخي في الوطن واخي في الدين واخي في البشريه، واشوف ان مساله كل الناس قاعده بتتكلم عن وفاته ايه يا جماعه؟ ده عنده 45 سنه، ده شاب في عز شبابه. وفاته ايه يا جماعه؟ ده بيعالج الناس كلها، ده على اتم صحه واتم بدن. وفاته ايه يا جماعه؟ ده طالع في فيديو بيقول ان انا احتمال اتقتل، ولو مت يبقى انا ما انتحرتش، يبقى هو متوقع هجوم عليه يا جماعه. وفاته ايه؟ ليه الناس كلها بتتجاهل القصص وكلامه وكل ده والخطاب العام الاعلامي بيقول وفاته؟ ليه ما احنا نفترض ان هو اتقتل وبعدين لما دبي تبقى تقول انه مات موته طبيعيه نبقى نحاول نصدق؟ لكن احنا ليه قاعدين بنتفه من الموضوع بنحاول نخليه طبيعي؟ اسعد الله مساءكم بكل خير، والبقاء لله لمحبين الدكتور ضياء العوضي. اشوفكم على خير، مع السلامه.